مساء الخير عليكم. مرة تانية برجع لكم وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين عشان السنة الجديدة. وكنت عايزة أتكلم عن الأفلام اللي نزلت في السينما في رأس السنة. طبعا هم فيلمين مهمين جدا بينافسوا بعض في شباك التذاكر. فيلم نبيل الجميل لنجم محمد هنيدي، وفيلم شلبي لنجم كريم محمود عبد العزيز. الفيلمين طبعا كويسين حلوين، مجهود اتعمل فيهم من الفنانين ومن المخرجين والكتاب اللي كتبوا الأفلام. فطبعا اللي واضح ان هو هنيدي طبعا كالعادة هو المتصدر، وهو اللي يعني فارق جامد جدا في الأسبوع الأعياد اللي احنا فيه. وفي المركز الثاني فيلم شلبي. والفيلمين طبعا هما كوميديا، بس كل فيلم مختلف عن التاني. هنيدي بيتناول موضوع طريف جميل، بيتكلم عن عمليات التجميل واللي بقت موضة دلوقتي، وان كل الناس يعني بتلجأ ليها بغض النظر بقى عن ولد او بنت او كده. فكله دلوقتي بقى عايز يعمل اي تجميل في حياته او في شكله او في اي حاجة. وطبعا هي كوميديا ساخرة تعتبر، يعني الفيلم ما بطلش ضحك، يعني من اول ما يبدأ لحد ما ينتهي وانت بتضحك. افيهات نجم طبعا محمد هنيدي والفنانين اللي مشاركين معايا برضو عاملين دور كبير جدا وعاملين مجهود، وده يعني شغل جماعي، يعني زي كرة القدم كده، يعني مش حد بينجح لوحده. شلبي طبعا قصة درامية كوميدية مناسبة للأطفال. ازاي هو يعني فنان بيحب العرايس، كان عايز نفسه يعمل مسرحية للأطفال وكده، وبتقابله بقى مواقف بقى صعبة في مشواره، ان هو عشان يعمل المسرحية دي محتاج فلوس ومحتاج ناس تساعده وتقف جنبه. قصة يعني قصة مؤثرة يعني، بس هو حلو يعني فيلم ينفع للعيلة، يعني للأطفال الصغيرين في السن، وحاجة كده استعراضية كوميدية درامية، ممكن بتضحك بتبكي بتغني مع أغنية الأطفال. فالفيلمين بصراحة حلوين، يعني ميغيروش عن بعض، يعني مش عايزة أزعل حد خالص. لكن هو الفارق جدا هو نبيل الجميل هو المتصدر في التذاكر يعني. أتمنى إن انتوا تكونوا متفائلين بالسنة الجديدة، متابعين القناة بتاعتي، وتصبحوا على خير.